قناة خضر إسماعيل تقدم أمثالنا الشعبية، حكمة وحرية، حدوتة مروية قالوها الأجداد، فيها عبر وعظات، صورة وأسطورة، فيها كمان روايات. تعال واسمعنا، هتفهم المعنى وهتعشق الحكايات. أمثالنا الشعبية، إعداد وتقديم خضر إسماعيل وعلي عيسى. أستاذ خضر، مثلنا النهاردة بيقول قصقصي ريشتيرك قبل ما يلوف على غيرك. نقول معنى المثل وما يؤخذ من هذا المثل من إيجابيات وسلبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبائي متابعي مشاهدي، إخوتي أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نعود مع التراث، نعود مع القيم، مع العادات، مع التقاليد، مع الأمثال الشعبية، مع الكنز الذي لا ينفد، مع الكنز الذي لا ينفد، ومع هذا التراث العريق، تراث الأجداد، نحيا مع مثل من الأمثلة ونتوقف أمامه طويلا لأنه أيضا يتعلق بالحياة الأسرية أو بالحياة الزوجية بمعنى أصح. ويتكلم عن المثل بيقول قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غير. هو هنا احنا قصاد المداعبة اللغوية، وقصاد البلاغة العامية، قصاد حاجات بتمنى ان بلاش تهاجم اللغة العامية وخلاص، اللهجة العامية وخلاص، ولا تقف ضدها وخلاص. لا، ما تقفش ضدها ولا تهاجمها قبل ما تتوقف أمامها، تدرسها وتتأنى قوي وتشوف جماليات اللي فيها. معنى هذا أن أنا بقول لك إن لغة العربية هي القلب والقالب والعين والروح والفؤاد. أيوه صحيح، اللغة الفصحى، ولكن هذه اللهجة العامية مشتقة من اللغة الفصحى. وأنا في دليلي اللي أنا هوثقه لك دلوقتي، الدليل أنا هقول لك الدليل عمليا الآن في المثل اللي احنا قدامه، المثل الخفيف الجميل اللي عامل زي فلسفة المصريين في النكتة. أيوة نكتة، يعني مثل تسمعه تلقى نفسك بتبتسم أو كده، يعني سنك بيبان فكاهة يعني. لا، في دعابة كده وروح المصريين، مثل مليان بخفة دم المصريين. وخد بالك ده بقى، هذا الكلام جاي مش على سبيل الحقيقة، لا ده جاي على سبيل المجاز. وبعدين بيقول قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك. خد بالك من الكلام، هنا احنا بنتكلم عن إنسان، بس حذفنا الإنسان وجبنا مكان الإنسان مخلوق تاني غير الإنسان، بيحمل نفس الصفات اللي احنا عايزينها على سبيل الاستعارة الايه؟ المكنية، اللي هي غير الاستعارة التصريحية اللي هي مصرح بها بلفظ المشبه به. استعارة ايه؟ تصريحية، والاستعارة التصريحية التي يصرح فيها بلفظ الايه؟ المشبه به. المشبه به هنا مين؟ الطير، يعني شبهنا الزوج او المحبوب بالطير، واخد بال حضرتك؟ وشبهنا الشبه ما بين الطير وما بين المحبوب ان الطير بيلوف، يعني هناك في الطير انه يلوف يعني يحب في عالم الانسان. فالعاطفه عند الطيور بالذات حاجه جياشه، يعني العاطفه عند الطيور شيء كتير يعني جدا. ولذلك من الامثال لما تيجي تضرب عن العشق تقول عشق الحمام، لان الحمام يعشق، خد بالك. وبذلك الطيور كمان ايه؟ تعشق. وعلى هذا الاساس طالما هناك عشق ما بين الطيور، يبقى فيه هنا علاقه ما بين الانسان والطير، هو يعشق، الطير يعشق والانسان يعشق. فبيقول يعني قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك.
المسألة في ايه؟ ان الطير وسيلته في التنقل وفي الانطلاق في الحياة وفي انه يعرف طيور اخرى جناح اللي هو فيه ايه؟ ريشه. فلو قصقصنا الريش هيحصل ايه؟ مش هيطير، يبقى هيبقى قاعد في مكانه، يبقى مش هيعرف غيرها، يبقى مش هيلوف على ايه؟ على غيرها. دي على سبيل الايه؟ الاستعارة الحقيقة. طيب المقابل بقى ايه؟ المقابل في الدعوة اللي احنا بنقول عليها. شوف اولا، شوف الجمال اللي في اللغة، ان خدنا الانسان وعملناه ايه؟ طير، شبهناه بالطير، وخدنا قدرة الإنسان مننا المادية أو المعنوية أو بتاع على الحركة والتعامل مع الناس، واخد بالك؟ القدرة المادية شلناها من البني آدم، حطيناها في الطير على أساس إيه؟ الريش والجناح. يبقى إذن مقابل الجناح عند الطير يقابله عند الإنسان إيه؟ المادة والقدرة على الصرف والحاجات دي، مش كده؟ طيب يبقى ده احنا عملناه ده على سبيل دي استعارة تصريحية صرح فيها باللفظ المشبه به وهو الطير، واخد بالك؟ طيب اما تيجي تقف، انا قلت في الاول ان في علاقة يا جماعة، بصوا في العامية تستخدم البلاغة على اعلى ما يكون، يعني انت هنا كده واقف قصاد في اللغة العربية كأنك شمس والملوك كواكب. مش كده؟ فهو ده تشبيه، هو بيشبه الملك بالشمس كأنك شمس والملوك كواكب. هنا برضو بيشبه الإنسان بالإيه؟ بالطير، نفس الكلام. يبقى اللهجة العامية بتستخدم نفس الوسائل، نفس الأساليب بتاعت اللغة الفصحى. بتستخدم وبخفة دم ظريفة جدا. وخليك كده فكر كده وانت قاعد كرجل بتسمع المثل، هتلاقي نفسك بتضحك. يعني الست اللي في البيت تخاف منها دي بقى هتشطبني، هتنظف جيوبي عشان انا ما انفعش غيرها، هي انفعها هي بس، ما ينفعش غيرها. هتلاقي نفسك بايه؟ بتبتسم. ويمكن وانت قاعد كده بتسمع المثل وبتتكلم وبتبتسم تفتكر حركه من حركات زوجتك وهي بتقول لك عايزين وعايزين 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 عشان جات لك علاوه مثلا ب4 جنيه فعايزه تطيره مثلا، يعني كده، يعني زي الآن بتضحك اكتر يعني وبتبتسم اكتر. فهو المثل بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده مثل فيه روح الدعابه وروح المصريين واسلوب المصريين في تركيب النكات وعلى الامور الصعبه. مش يعني هم المصريين حتى ما بيسخروش من الامور السهله، لا، المصريين بيسخروا من احوالهم الصعبه جدا جدا، يعني عشان يخففوا المأساة عندهم توصل لدرجه انها تبقى ملهاه مش مأساة، وهكذا يعني. فتخيل بقى احنا بنقف قدام المثل ده وهو بيقول لك قصقصي ريش غيرك طيرك قبل ما يلوف على غيرك. انا يعني حاولت في الكلام الاولاني كده اتكلم على المثل من ناحيه اللغه والحاجات، لكن تعالى بقى ناخد المثل ده ونحلل بقى الكلام اللي فيه. المثل ده فيه سلبيات ولا فيه ايجابيات؟ فيه سلبيات ولا فيه ايجابيات؟ المثل ده فيه سلبيات بتدفع بعض النساء انها تخرب بيتها. ازاي؟ انها ما بتديش فرصه لجوزها انه يدبر احواله ولو انه يدخر للزمن. ليه؟ بدعوه ان هو لو بقى معاه قرش وبقى بتاع ممكن يتجوز عليا، فبالتالي دايما عامله له ارهاق مادي، عامله للزوج ايه؟ ارهاق مادي. وهي اخذت الحكمه دي منين؟ من امها. مامها قالت لها يا بنت قصقصي ريشه قبل ما يطير. خدت الوصيه بقى. فقصقصي ريشه قبل ما يطير دي بقى ايه؟ مش عقل بقى، مش فهم، لا خلاص. قصقصي ريشه يبقى كل ما يقع تحت ايديكي خديه يا بت. اوعي تخليه يتهنى، اوعي تخلي معاه قرش بايت، اوعي. لو بات قرش تاني يوم هيكون متجوز عليك كده. المثل ده بسلبيته دي ممكن يهد بيوت، يقضي على حياة كاملة. وفعلا ياما وصل بيوت لحالات الانفصال والطلاق. ليه؟ لأن في بعض الأزواج بينتبه للحكاية، بيتنبه، فيلاقي نفسه ما فيش قرش بيعينه، ما فيش حاجة، دخل ربنا عطيله دخل كويس ومعقول يعني يكفيه ويفيد، ويلاقي نفسه بيمد ايده وبيستلف في اخر الشهر. ليه؟ لان مراته بترهقه بطلباتها الماديه اللي ازيد من اللازم واللي غير معقوله.
مع الوقت تتنبه الزوج لهذا الكلام فبيرفض هذا الاسلوب، هي كمان بتتنبه لنصيحه امها فبتقول ايوه بدا يوعى يبقى هيتجوز، هو من جنبه وهي من جنبه، هوب في لحظه هم يكونوا مكسرين البيت جايبين البيت 60 حته، وكل واحد يروح لايه لحال سبيله، وتنفصل الاسره وتنهار ويتشرد الابناء نتيجه وصيه مثل خايب زي المثل اللي احنا فيه ده. فالمثل دي فيه من السلبيات الكثير والكثير، واللي يجب ان ايه ان يصحح المثل بمعناه. لا، انت بدل ما تقصقصوا ريشه، لا، اقتربي من جوزك اكتر وافهميه اكتر ووفري له الراحه اكتر وقدمي له كل ما تستطيعي من متع الحياه، يقوم يحبك اكتر ويحب بيته اكتر ويلتزم بهذا البيت، ويبقى بعده عن البيت هو اللي معناه الموت، هو معناه الفناء، هو معناه الضياع. لكن ما تخليلوش البيت جحيم وتنفضي جيبه، لانه في نهاية الامر هيكرهك ويكره البيت، وحتى لو مش لاقي ياكل هيفضل العيشة على الرصيف من العيشة معاكي. الكلام ده احنا بنقوله قصاد نصيحة الام والحما، واخد بالك؟ زي ما بيقولوا برضو في بعض الامثال هو يغلبك بالمال يغلبيه بالعيال، واخد بالك؟ يغلبك بالمال اغلبيه بالعيال. هناك امثال لابد من الوقوف امامها، لابد من تصويبها ومن تعديلها، لانها لو تركت على ما هي عليه في حياتنا هتهدم بيوتنا، هتكسر البيت باللي فيه، هتخلينا في النهاية أمة ذات أبناء متشردين، يعني هتزود عدد أطفال الشوارع وهتزود عدد الأطفال المجرمين، لأن البيوت ما عادتش هتسعهم، فهيضطروا يلجأوا للشارع عشان الشارع يسعهم. بناء عليه من هذا الكلام ان زي ما بنيجي لأمثلة نضرب لها تعظيم سلام ونقول الله على الجمال، نقف قدام أمثلة تانية ونقول لا، الأمثلة دي لازم من تعديلها، لازم من تصويبها، ولازم من اننا نتبع القيم بتاعتنا والعادات بتاعتنا والحاجات الجميلة بتاعتنا. بالعكس الكلام الصحيح والصواب بيقول سيدنا الرسول الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الذي إذا نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك في عرضك وفي مالك، وإن أقسمت عليها أبرتك، وإن أمرتها أطاعتك. هذا هو الكلام اللي يجب أن تكون عليه الزوجة لزوجها، الابتسامة الدائمة البشوشة في وجهه، الطاعة لما يأمرها، الحفظ ليه والمال والعرض لأولاده في غيابه. هكذا هو المطلوب من الزوجة، مش تقصقص ريش اللي جابوه عشان لا يعرف لا يطير ولا يعرف. ما هم بتفضل تقصقص فيه لغاية ما تركبوا الأمراض والعلل وينام لها في البيت طريح الفراش ويبقى غير قادر على الكسب، وهي في الحالة دي تضطر انها تمد ايدها للناس عشان يعينوها. لا، احنا بنحب نكون وسطيين، بنحب نكون معتدلين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. التوسط حلو قوي وجميل قوي، حتى ديننا الحنيف بيحب الوسط. والرسول عليه الصلاة والسلام قال توسطوا، يعني لازم نبقى في الوسط شوية يا جماعة، لا احنا في الشمال ولا احنا في اليمين، في الوسط كده معتدلين، ونكون عارفين ان عماد البيت هو الزوج، عماد البيت هو الزوج، وكفة الميزان والاعتدال والراحة والأمان هي الزوجة. يبقى لابد ان احنا نساعد البيت على انه عموده يشيله، ونساعد البيت على ان الفرحة والأمان تبقى جواه، يعني الزوجة والزوج يبقوا على هذا الحال وعلى هذا الانسجام، هي تخاف عليه وهو يخاف عليها، هي ترعى ماله وهو يرعاها هي وأولادها، وهكذا تستقيم الحياة. وزي ما قال ربنا والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وخدوا بالكم من الكلام، لتسكنوا، السكن مش يعني تقعد في البيت، السكن هو الهدوء والراحة، السكينة، الاطمئنان، الأمان، دي معنى السكن.
انك تحس ان انت مع زوجتك مرتاح، هادي البال، في امان، ما انتش خايف، ما عندكش خوف، سكن. في هذا السكن سكينة ومودة، بينك وبينها كل الحب، بينك وبينها كل الإخلاص، ومودة متصلة رايحة جاية ما بين القلبين، واخد بال حضرتك؟ ورحمة، رحمة كل منا يرحم الآخر، لما يشوف حد تعبان تجري عليه تشيله وتخفف عنه، شايل حمل أكتر من حمله تشيل معاه إيدك بإيده، وتعدوا مع بعض بر السلامة، وتعدوا مع بعض انتوا وأولادكم إلى حياة جميلة ومجتمع جميل، يرقى بكم المجتمع، ويبقى كده تاخدوا الحسنات، لأن اللي بيربي أولاد صالحين، والزوجة اللي بتكون مخلصة لزوجها وتربي أولادها بما يرضي الله، ملهاش جزاء إلا الجنة، ملهاش جزاء أبدا إلا الجنة. أما الست اللي ما بتبقاش كويسة طب اسمعي بقى، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لقد نظرت إلى أهل النار فوجدت أغلبهم من النساء. ليه يا سيدنا الرسول؟ قال: لأنهن يكفرن العشير. والعشير يعني إيه؟ الزوج. العشير هو الزوج، لأنهن يكفرن العشير، يعني مش يكفروا يطلعوه من الملة، لا، يعني يرهقوه ويتعبوه ويعملوا فيه عمايل جامدة قوي، لدرجة إنها تصل في مبالغة إنه والعياذ بالله يخرج من دينه يعني، لأنهن يكفرن العشير. فلا تكن سيداتي ممن يكفرن العشير، وكنا كما قال عنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنك حفظتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن أقسمت عليها أبرتك. هقول لكم إيه؟ الرضا رضا الله عز وجل، فرضوا أزواجكم يرضى عنكم ربكم، وانتوا كمان يا رجالة ارضوا زوجاتكم يرضى عنكم ربكم. وخد بالكم ان الانسان اللي عنده امرأة يتقي الله فيها، لانها هي من الضعيفين، المرأة والطفل اليتيم هم من الضعيفين، ومطلوب انه يكرمهم الانسان، ولا يكرمهن الا كل كريم، ولا يهينهن الا كل لئيم. فكونوا من الكرماء مع زوجاتكم، وكنا من الأوفياء مع أزواجكم، تدخلنا سويا الجنة. وقال المصطفى: يحشر المرء مع من يحب. متعكم الله بالصحة والسعادة والعافية، وجعلنا جميعا نحشر في الجنة مع من نحب. أقول لكم إيه؟ أنا كنت معاكم في المثل ده واتكلمت عنه وعن سلبياته. ألقاكم إن شاء الله في مرة أخرى وفي مثل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشكرك يا استاذ خضر، ونتقابل مع مثل جديد ان شاء الله. شكرا جزيلا. العفو يا أستاذ. لحد كده يا صاحبي خلص الكلام وخلصت الحلقة، ومعدنا لسه سوا في الحلقة الجاية، هنقول مثل تاني ونشرح المعنى ونحكي إيه الحكايات. أمثالنا الشعبية، إعداد وتقديم خضر إسماعيل وعلي عيسى.